احبابي، الامور هانيه. نتمنى الفيديو ديالي يوصلكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. بغيت غير نقول واحد الحاجه مهمه. في الفيديو ديالي الاخراني اللي هضرت على ديك السيده اللي كانت كتخدم في البيت عند السيده وتعدات عليها وهذا فاش كنت شفت انا الفيديو صراحه درت داك الفيديو وانا صراحه مصدومه ومعصبه ومنعاودش لكم كيف كنت. المهم انا هذه 4 ايام تقريبا ومع ذلك متابعه الموضوع. انا بغيت نشوفوا فين وصل وداك الشيء. بغيت نعرف الاخبار وشنو داروا معاها، واش بصح الناس تحركوا جمعيات، واش عندنا باقا الانسانيه. الحمد لله شفت شي فيديوهات هاد اليومين صراحه شفتهم، كاين اللي عصبوني وكاين اللي فرحوني، ولكن المشكله انه ما كانش عندي الوقت باش نخرج الفيديو. دابا انا جيت نهضر على هذا الموضوع ثاني، وبغيت اول حاجه نبدا بها الفيديو ديالي، وهو الناس اللي كتقول الملك ما الملك ما الملك. شي حد علق عندي في الفيديو. انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه. انا رايي الملك ما عنده حتى علاقه. الملك بالعكس حمينا الحمد لله. على هاد الحساب هذه المشغله دارت الخدامه عندها دارت لها بحال هكا، راه حنايا بلا ملك ديالنا ولا بلا الامن ديالنا حنا راه يدخلوا يتكرفسوا علينا في ديورنا، يغتصبونا في ديورنا، شفرونا عيني عينك. ما يكونش الامان. نعقلتش على ايام الثورات وفي الدول وداك الشيء، راه بلا ما نعاود لكم نتوما كنتو عارفين الاخبار وعارفين شنو كان. حنا الحمد لله الامن. عاد زيد دوك صحاب الحياه ولا صحاب دوك صحاب قال الله قال الرسول كي حرفوا الدين على حسابهم، على حساب المصالح ديالهم. زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله كتدخلوا شعبان في رمضان. راه حنا المجتمع، حنا الاصلاح يكون من عندنا من نفسنا. على دابا واش دخل الملك ولا دخل السلطات في وحده مشغله وحده وتتعاملها بهذيك الحقاره وبهذيك القساوه اصلا؟ اش غيدير؟ اش غادي يمشي يدق على كل دار ويدق عليه ويقول لهم عاملوا خايب وعاملوا قانوني وعاملوا واش تتخربقوا كتدخلوا شعبان في رمضان؟ حنا الهدف ديالنا ماشي هو احنا غادي نقولوا ضد الكذا ولا كذا. حنا كل واحد كيتعلق من كراعو كيف تيقولوا، كل غيتحاسب على راسو. احنا نبداو الاصلاح من نفسنا. حنا من نفسنا، عرفت شنو هي من نفسنا؟ الا صلحنا من نفسنا راه هذاك الشيء راه وصلنا لقدام. حنا تنهضروا على القوانين، حنا بينهم يتحسنوا في شي حوايج بحال المواضيع اللي فاتت كنت هضرت على ديال السيده اللي بطلق، ولا هذاك الشيء ديال هذاك العرض تاع الاطفال ولا كما بتكون. راه هذا الشيء، هاد المواضيع هذه راه من عندنا حنايا. راه حنايا اللي خاصنا نصلحوا نفسنا، وحنا اللي نطالبوا وحنا اللي نتحركوا. بحال دابا هذا الموضوع تاع هاد الخدامه هذه، انا اللي بان لي انايا كلشي تقلب. يعني انايا ما شفت حوايج زوينين. ان بصح سمعنا المغاربه والشهامه وهاديك النخوه تاع المغاربه الحرار واللي تيبغوا ولاد بلادهم بنات بلادهم، بقات فيهم تعاونوها ماديا معنويا. كلشي نايض تيهضر، كلشي باغي لها حقها. شي حاجه مزيانه. ولكن انا اللي عصبني كتر وهو كنشوف حنا راه بصح راه حتى حاجه ما تغير في المجتمع مادام حنا نفوسنا خايبين. حنا كل واحد اللي شاد منصب ديالو راه كيتحاسب عليه هو. يعني هو لا مزيان راه غادي يتعامل غير غادي يقدم حاجه مزيانه في كل واحد المنصب. بحال دابا الصحافه، حنا كنشوف الصحافه تنهضرش على كاع الصحافه، لان كاين صحافه اللي نظيفه وصحافه اللي صفراء كيف تنقولوا. حنا عارفين هادشي منين مشى. انا شفت واحد الصحفيه، انا كنت في الاول تتقولوا صحافه ديال الشعب وما نعرف وزيز على. انا تنشوف انا تناقض تام في الهضره وفي التصرفات ونفاق تام، وعدم مصداقيه. لانه حنا ماشي شعب حمار من الاخر. حنا ماشي شعب مكلخ باش انتي البارح تمشي لعندها وتبوسيها وتعنقي وي 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 وي
واليوم تجي تقولي هضره اخرى. بلاتي بعدا باش ما نحرقش المراحل في الهضره. انا شفتها غير من بعيد، الاف الكيلومترات، شفتها غير عبر التليفون، وداك المنظر كله باين الضرب والجرح والتكرفيس، لدرجه ان ملي تنشوفها انا تضرني في قلبي. ديك الساعه ضرتني قلبي، ودابا ضرتني قلبي كتر. يعني وجايه نتيا اليوم وشفتيها انت فاس، يعني تخيلي داكشي حنا شفناه حنا ورا الشاشه، شفتي انت فاس، وجايه اليوم تتقولي لينا حقا ما حقا، الا خاصنا نبحثوا، والناس اللي باغيين يعاونوها لا حبس. دابا انت غادي تقولي لنا نعاونوا ولا ما نعاونوش؟ زعما انت دابا جبتي لنا السما نزلتيها الارض. انت اللي تتحكم نعاونوا ولا ما نعاونوش. اللي كيعاون يعاون من عنده، سواء بالهضره، فيديو، بالفلوس، بالقلب ديالو، بالدعوات ديالو، باي واحد سخاب الله. هادوما الناس المزيانين. الانسان الناس اللي كتسمع اليوم ناس ماشي حيوان، حاشا واش نقولوا حتى حيوانات، لانه هاد النوع من البشر اللي تيأذي خوه ولا تيأذي المسلم بحاله ولا تيأذي اي حاجه، الحيوان ولا هذا راه ما تيتسماش بشر بعدا من الاخر. المهم بغيف لا راه كاينه ما فهمتش انا شنو من هادي، شنو الاثبات ديالك؟ هضرتي مع المشغله حقا ما حقا 3000 درهم تصيفطات. واش 3000 درهم لو موا افريل؟ اش حنا نمشيو معاك خطوه حنا مكلخين وانتم اللي كتفهموا. حنا مكلخين 3000 درهم شهر 4، سيده خدامه عندها من شهر 1 ودابا شهر 7 شهور. يلا شهر 4 3000 درهم. انا بشحال خدامه هاد الدريه هادي؟ بشحال خدامه؟ واش دخل هادشي في الضرب؟ بتقولي ما راه كدابه. ما بعدا انا شفت واحد الاستجواب ديالها، السيده نيه ما تتعرفش من الباديه، ما فاهماش، لدرجه ان مره تقول 500 درهم، مره تقول 1500 درهم، ما عارفاش. لدرجه ان قالت المدير الله يكثر خيرهم الجمعيات، جات دخلت الجمعيه مقابلين، حتى قال لها السيد راه الكلينيك، حتى قال لها المذيع قال لها راه كلينيك، الصحفي قال لها راه الكلينيك، باش تعرفوا التلمو الانسان ما فاهمش. وزيدوا هادشي كله هوايه ما عندهاش الحق تضربها، وباش تقولي ان ما ضارباهاش وخوها اللي ضاربه مهرس لها الضلع، حنا نقولوا انك بصح خوها اللي مهرس لها الضلع. وتي نهار جات شغلت عندك نتيا 7 شهور، ما كيما ديتي السيده داويتيها خدمها هكاك بالضلوع ديالها مهرسين. واش نقول لك؟ نهار خرجات تقول سرقه ما سرقه، خرجت جات هكاك بالفيديو بالهذا كيما هي ما هزا والو. واخا حنا نقولوا حنايا الهرس اللي تتعاودوا نتوما قديم تاع خوها، وانتيا مكلخه المشغله ما ديتيهاش، او سقرامه ما ديتيهاش داويتيها. راهي حيوان في الزنقه تتعطيه فريميجه لا مشيشه ولا هذا. راه كنا حنا المغاربه راه بحال ياك، انتي نقولوا في قلبكش الرحمه ياك. وهذاك الضرب داك النيف اللي مهرس والعينين زرقين والودن دايز منها الدم واليد منفوخه، وداك الشيء شنو خوها اللي داروا في ديك الوقيته في الدار عندك؟ هذاك الشيء جديد. داك الشيء ما شفتيش؟ الصحفيه شتي انت مشيتي لعندها شفتيها فاس وجيتي تخليتي هادشي كله هو وتتدري حقا ما حقا الضلوع ديالها خوها اللي مهرسها. وداكشي اللي في وجهها. كيفاش القضيه؟ فهمينا حنا مكلخين. كيفاش القضيه؟ هذيك الوروميه وداك الزروقيه وداكشي حتى هي لها 7 شهور. اش غنقول لكم؟ الشيء اللي كيتلوى وتيبدل على قبل هادو ولا على قبل هادي ولا هادي، وباص يمشي يدفن حياته. انا ما بقيت في الحجاب ولا بقيت في قال الله وقال الرسول وكنصلي، داكشي في القلب منا. الا ما قاديناش حنا من راسنا وحنا خدمنا خدمتنا مزيان وكنا مع الحق، حتى حاجه ما غتبدل. حنا راه هادشي بعدا بحال المشغله، يعني بحال هاد المشغله مازال تلقاو لها مبررات. ما فهمتش، مازال تلقاو لها المبررات. علاش؟ شكون هي في البلاد؟ واخا تكون كاع
شوف انا ما بغيتش ندخل بزاف، ولكن انا قلبي ضارني على الدريه هذه، خاصها تاخذ حقها. ما يجيش شي واحد يبدا يكذب علينا. ديك الهضره حنا كنشوفوا بعينينا، شفنا بعينينا. حقا ما حقا ما تصيفطوش فلوس، لا حقا حقا كلينيك، حقا ما مشاش والسيده مضروبه. اهلا بسطاء مازال في الشوك، الصدمه ما تتفهموش، نفسيا 7 شهور متعذبه. السيده ما هربتش شحال هادي، اكيد ما لقاتش فرصه. وحتى اللي كتلقى الفرصه تتخرج كي قلت دوك داك الثانيه ولا 2 ثواني باش تحط داك الحاجه ولا تسخر، راه كتخاف انها ما ترجعش تجي تشدها وهي باقا عاوجه تضرب هربانه. حتى بان ليها طاكسي تقاست فيه، بات لي هذاك الطاكسي ديك الساعه بان لها بحال شي حاجه ديال النجاه، انها غتحميها وراكبه وخايفه تباعها وتشدها وترجعها للدار بالعذاب اللي عطاوها. حاولوا ما تضغطوش على الناس وما تكذبوش على الناس، وتحاولوا ان تفهموا هذيك السيده. امهات غادي يفهموا ان ما تشوف بنتها بحال هكاك راه غتشوق، غتولي تخرج في هضره ما عارفاش كتقول. هذه اول حاجه بالنسبه للام ديالها. وبالنسبه كبنت، راه حنا كبنادم راه لا يعقل، راه واخا تخبوا تتخبوا راه الحاله باينه في الوجه، باين كل شيء. حرام انكم تبداو تشككوا فيها، حرام انكم تبداو بغيتو ما عرفتش اش البلان ديالكم، زعما بغيتو تعوجوا المغاربه عليها. راه مستحيل، المغاربه راه ذكيين، راه ماشي المغاربه ديالنا تبارك الله راه تيفهموا تيعرفوا راه تيميزوا. تقولي انت جوج كلمات قريتيها انت ولا قراتك ولا شنو كاين مرا. المهم هادشي ما تيساليش. انا اللي بغيت الدريه تاخذ حقها، يتخاد حقها. طال عمرك انا هذيك السيده المشغله انا تيطالبوا الناس بالاعدام، نطالب اعدام. وشتي انا كون كان عندي القرار وقسما بالله العلي العظيم تنعطيها الاعدام. عرفتي شنو هو الاعدام؟ اعدام باش تعذب انسانه بحال هكا وتسمع الانين ديالها. وحنا راه كتجينا غير المنزله مثلا، ولا غير العيا، ولا اي حاجه، ولا ما نعسناش مزيان، ولا يخدمنا بزاف، ولا ما كليناش مزيان، تنعياو. ما حسك بنادم ضارب بالعصا وما كياكلش تينعس في الارض وي 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 وي, وي. راه باز ليها وطالعه ما تتقول بنتي انايا دات عند طبيب وهي راه معقده ما رجعش تخرج في الهضره. ما تتزوجش، مالك يتزوج ولا ما تزوج. ما كاري كنت يا ريت كنت تزوجات ما تشوفش تخليقتكم بعدا. والزواج راه قسمه ونصيب، وزيدون بحالكم نتوما اللي تيستغلوهم بحالهم في غادي كاينين عائلات اللي تيخدمين عندهم البنات وتيتعاونوا معاهم وتيزوجوهم وي 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 وي, وي, وي بزاف الحوايج بلا ما نكثروا الهضره. حقا ما حقا دارت لبنتي كاكا الخرا طليه، دارت الخرا في الماكله. حاشا السامعين انا تعصبت بزاف. امي دارت ليها الخرا، حاشاكم المستمعين. طلي هي وبنتها. علاش ما صيفطيهاش في حالاتها؟ علاش ما ديكلاريتيش بيها ملي سرقاتك كيف تقول؟ علاش عطيها ديك العصا؟ ما عندكش الحق تضرب بيها، ما صلحتش لك صيفطيها في حالاتها، صيفطيها لدارهم. وانت ما كنتوش تخلصوا طالع على الاخرى 3000 درهم الشيك. هانتوما شوفوا الله يمسحكم، حق الله يمسحكم. 7 شهور 3000 درهم اللي عطينا دائره كل شهر تصيفطي ليها بعدا. واخا تكون تصيفطي لها وتعطيها الملايين قلت لكم ما غادي عندكمش الحق تضربوها. واخا يكون ضربات قدامين كيف تقولوا قبل من 7 شهور، هذاك الشيء اللي كنشوفوا فيه حنا ماشي مكلخين، ماشي قدامين هذوك بلا ما تبقاو تفلاو علينا. وهاد السيده هذه غادي ان شاء الله كل شيء الشعب المغربي اللي نفسه حره واللي اللي نفسه حره واللي فاهم وداك الشيء يبقى ان شاء الله ورا هاد القضيه ان شاء الله، ونتعاونوا مع الدريه حتى توصل للحق كله باش غيتعاون ان شاء الله. وانتم بلا ما تبقاو تدخلوا تخرجوا في الهضره لانه ما غتصوروا والو،
تكذبوا على المكلخين بحالكم، حتى الشعب المغربي ما مشي مكلخ. وفي الاخر غادي نقول انا في هذا الفيديو، لانه واخا نقول ما غاديش نوصل داكشي اللي انا تنحس به صراحه، لانه الا تحقرت هاد الدريه انا عاد فهمت علاش الناس كتغامر بحياتها بالعمر ديالها وتتقول لك يا ربحي يربحها وتتجي في قوارب الموت لاوروبا. راه الحقره وتا الحقره تا في الهضره، وملي تتولي اماكن يعني مناصب معينه وتيستغلوا. يعني حنايا خاصنا نتغيروا، حنايا ما نلوموش وزير ولا قاضي ولا محامي ولا صحفي، ولا كل واحد كيمثل اي مهنه تحترم، واخا تكون خدامه واخا تكون بناي، اي حاجه، صحافي، قاضي، شرطي، مخض، اي حاجه اللي ما كيتحترمش هو الشخص اللي تيكون في هذيك البلاصه وتيخدم على المصلحه الشخصيه. من الاخر هذه هي الهضره ديالي.